تصدق إن عام 1399 هجريًا أي عام 1978 ميلاديًا قررت المملكة العربية السعودية إجراء عمليات توسعة بالحرم، فظهرت مياه قريبة من بئر زمزم، اعتقد الناس إنها جاية من بئر زمزم، فطلب الأمير خالد بن فيصل ابن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة وقتها من مدير مصالح المياه بالمنطقة الغربية دكتور يحيى كشك باكتشاف منابع ومصادر بئر زمزم. وبالفعل تم إنزال 2 من الغواصين، واحد منهم مصري يدعى محمد يونس والآخر باكستاني، وكان معاهم بوصلة لتحديد اتجاهات بئر زمزم، ولكن الغريب إن البوصلة ما اشتغلتش، فخرج الغواصين وطلبوا بوصلة تانية فما اشتغلتش برضه، فظن العاملين حول البئر وقتها إن دي معجزة خاصة ببئر زمزم، ولكن دكتور يحيى كشك أمر بإحضار كاميرا خاصة بكشف الأعماق ونزلوها لعمق 12 متر، فلقوا مواتير ودروع حديدية في وسط البئر، وده اللي أثر على عمل البوصلة. وصدر مرسوم ملكي بإزاحة الأدوات الحديدية من بئر زمزم عشان تشتغل البوصلات لتسهيل عمليات البحث والاستكشاف، وكان كل ما ينزل الغواصين 50 سنتيمتر يلاقوا العديد من العملات التاريخية، بعضها كانت ذهبية، لحد ما قربوا من القاع كانت العملات قديمة جدا لدرجة إن تاريخها اختفى من عليها. وقال دكتور يحيى كشك إنهم لقوا رخامة صغيرة مكتوب عليها اسم شيخ المقاومة الليبي عمر المختار، ومكتوب عليها ربي حقق ما في نفسي، وكمان لقوا أختام خاصة بالعديد من الناس رموها لجلب البركة في حياتهم. والصادم إنهم لقوا كمان أسحار مرمية وقرون حيوانات مستخدمة من قبل السحرة والدجالين لإيذاء الناس. كثيرة عدوية ومنفيسة وما أعرفش مين، وكان في ناس يكتبوا أختامهم ويرمونها في ويرمونها هذا زمزم. بالبركة، وفي ناس يسوون أسحار برضه، لقينا في حاجات في بئر زمزم عاد. في بئر زمزم. استكشاف البئر كان الاعتقاد السائد أن عمقه يبلغ 18 متر، إلا أن الغواصين اكتشفوا أن عمق البئر يصل إلى 30.5 متر. وأثناء العمل في تطهير ماء زمزم وتحديد مصادره تمت عملية اقتحام الكعبة عام 1400 هجريا واحتلالها من قبل جهيمان العتيبي، وكان معاه 200 مسلح واللي ادعى ظهور المهدي المنتظر وطلب من الناس مبايعته. واستمرت عملية احتلال الحرم حوالي أسبوعين، وراح ضحيتها المئات من الزائرين الكعبة المشرفة. وأوضح دكتور يحيى كشك إن طعم ماء زمزم المميز مستمد من صخور معينة، وهو ما يشبهش طعم أي مية تانية بالعالم. وفي عالم ياباني قام بتحليل كريستالات ماء زمزم ووجد إنها تختلف كليا عن أي كريستالات مياه في العالم. ومن ضمن التجارب اللي قام بيها العالم الياباني وأرسلها لدكتور كشك إنه صور شكل كريستالة الماء في حالتها العادية، ثم عرض عينة الماء لقراءة القرآن عبر شريط مسجل، فلقى إن شكل كريستالات الماء اتغيرت إلى شكل سداسي منتظم ودقيق أشبه ما يكون بكتاب. وحاول العالم الياباني تبرير شكل كريستالات ماء زمزم الجميل والمختلف عن المياه العادية بأنه راجع لنسبة الأملاح العالية الموجودة فيها، فقام بتخفيفها بإضافة ماء عادي عدة مرات، إلا إن المفاجأة كانت إن الماء اتخذت كريستالاتها شكل كريستالة ماء زمزم رغم إن نسبتها كانت قليلة جدا. تصدق دي؟